ورسوله. كلما نقايس هاي المجاري مو ماي طبيعي. إيه كل من ساحب له بوريين وتسوون علينا جماله وموتنا. وهاي صار لنا قبل الانغلاط اول بيت انا حطيت وعلق حوش صدق بالله وبعد. وكل واحد خير، صارت الماليه خير، الرواتب نعمه والحمد لله وندعي من الله. وتفضل وتشوفون. نعم ابقوا معي والمواطنين. نعم تفضل. تعال مساعد مرخصتك. تعال مساعد يمي. تعال يا هلا يا مرحبا. شلونك؟ شلونك؟ شوي اعطي مجال خلينا نشوفك. الله يسلمك. الحمد لله. هاي المجاري قوم كافش النهار كله انتحارك. كل من يقول انت فكيت ميك علي ولا واحد يجينا ولا واحد يقول البقى كنا كهرباء ماكو قاعدين لبيوتنا المي والله لبيوتنا العباس. الدورة حسرة واحد يجيب ماي تطلع على جاره ونقومون بالتفق. ايه بعد شو نسوي؟ خير من الله الحكومة ونعمة. ايه بركة عاد يجون ناس. الله يخليك من بحالنا احنا. بس ساحتنا ما دفنوها. دفنوا كل الشهداء. نعم بس اللي هاي المنطقة مالتنا ما دفنوها. هالنقرة والله كل الشهداء دفنوها. الوحيدة صار اكو مستنقعات. هنا مستنقع وهناك مستنقع والمستنقع الرئيسي الموجود. تعال برخصتك. تعال هاي سكتكم. تعال. بالنسبة لهذا الشغل وصل كل المنطقة. ما يعني ذي كذا تتقدم اللي قدام كلها اشتغلوها. ما اعرف بس هاي المنطقة من دون المناطق ما حد وصلها ولا حد سأل عليها. ما اعرف يعني شنو السبب هاي الشغلة. كل ما تجي مشاريع عمل وهذا يشتغلون كل المناطق من يوصلون هنا يتوقفون. يتوقف هنا يمنا. اي 300 منطقة 310 يتوقفون هنا. نحن منطقة حي الشهداء داموك حي الشهداء الكوت. منطقتنا 310 الإدامة ما موجودة، المجاري منتهية، كهرباء ماكو، خدمات ما عندنا، شوارع ما عندنا، المياه الآسنة والجوفية انتهت علينا دخلتنا إلى البيوت، إضافة إلى البق والكلاب السائبة موجودة عندنا. إضافة إحنا منطقتنا بأول ما انبنت في الكوت سنة 1081 انبنت منطقتنا لحد كل اعمار ماكو. راجعنا مجلس البلديه عده مرات سنه 2003 4 5 6 7 8 9 على يومنا هذا راجع مجلس البلديه. مجلس البلديه يدزنا الى مجلس المحافظه. مجلس المحافظه يدزنا الى المحافظه هناك موجود استاذ صبيح اللي موجود هو داخل محافظه الكوت. فيدزنا من البلديه. راجع البلديه يقول اكو مخصصات بس مخصصات على اساس المقاول اي مقاول يجي من هناك ما يطلع لكم لانه الكلفه على اساس بينه 4 مليارات و5 مليارات وما شابه ذلك. هاي قليله يا مقاول نعلن عليه وعده مرات اعلنا عليه يقولون ولكن ما شفنا. لما نجيهم من الوقائع والخرائط اللي موجوده عندنا اول شيء المي مالتنا تعرفون المي مالتنا كلها طين. يعني هسه لو نطلع لكم المي مالتنا طين على حاله والعالم كلها الامراض وهاي مربعاتنا. نقول للدار هذا المقاول نقول يا تعال ذبنا ترابات بس الانقاض مالتنا وعلى الكلاب السائبه اللي موجوده ما يطيق لك تعال اشتري من عندي. زين انا اشتري من عنده اشتري من عند الدوله. ليش الدوله ما شاء الله محتاجه. احنا نقول ما شاء احنا انتخبنا الدوله والدوله هي احنا اولادها هم ابائنا هم اعزائنا. نريد من عندهم يعينونا على المشكله هاي لانه عانينا ما عانينا ولحد الان امراضنا واطفالنا. اضافه الى الكهرباء يوميا ينطونا ساعه ويطفون 3 ساعات. احنا حاليا مدارس وامتحانات والدنيا حاره. يعني يريدون نشتري ثلج مرت الله فلوس مكانيه ما عندهم. كلهم ما عندهم. ناس كسبه ناس فقره وذولهم يشوفون 3/4 حفاي نعال ما عندهم. خصوصا منطقتنا منطقه نائيه منتهيه. اضافه الى المجاري مالتها قلت لك منتهيه وطبت المياه الثقيله ويا المياه الخفيفه. مياه شربنا تتعانف ويا المنطقه ويا هذا. كثره امراضنا تشوف على اطفالنا لحد ما في يوم اجتنا لا اجتنا البيئه ولا اجتنا البلديه ولا اجتنا لجنه ولا اجانا مجلس البلدي. ما عندنا مجلس محافظه ما عندنا اي مسؤول ما عندنا. يعني اللي انتخبه من هو انتخبنا المجموعه اللي احنا ردناها قلنا عسى ولا تعين. واليومنا هذا ما حد ما اجانا وما حد ما قال لنا شنو انتم. نراجعهم يصار وتدلل وهذا تليفوني وصار بسيطه من السؤال ولحد عن كل شيء ماكو. نحن نعاني ونطالب من الشرفاء الموجودين في محافظتنا العزيزه ومن الكادر الفني اللي موجوده في حضرتكم وقناتكم الموقره الشريفه المناضله المجاهده ان تنقلون حديثنا هذا من والى المسؤولين اللي هم احنا عيننا عليهم. اكثر من هاي ما عندنا. رحم الله والديكم وشوارعنا منتهيه حتى شارع السيارات تشوفها بنظركم وانتم ان شاء الله تصورونه وموجوده.
أحبة المشاهدين الكرام، هذه مدينة الكوت جزيرة، لكن ليست بالمياه، مياه نهر دجلة والمياه النظيفة، أصبحت جزيرة وسط المياه الآسنة الموجودة من مخلفات المجاري والمياه الثقيلة، والمواطنين اجتمعوا هنا ينقلون معاناتهم إلى المسؤولين للتخلص من هذه المعاناة. هاي المستنقعات كلها مصدرها المحافظة بأكملها، حتى النسيء هذا المستشفى مال الأمراض هذا على هذا شو اسمه، هذا النهر طوله 15 كيلو متر، انه هذا الكتف ماله ما دايمينه وجاي يطيح بهذا المستنقع المقلع، والماي كله متعطل هنا وما يطلع الى حد المقرر 15 كيلو. اي بعد ما طبعا هاي المجاري والمياه الثقيله من جميع المحافظه، من جميع المستشفيات وشركه واسط الصناعات النسيجيه والبيوت مع كل المنطقه جايه تصب هذا المكان. يعني مديريه المجاري، يعني انا خاطب مديريه المجاري، البيئه، جميع من يعنيه الامر، يعني هل يعني يرضى ان يرى مدينه الكوت وسط هذه النفايات والمياه الآسنة والمستنقعات؟ هاي المنطقة تعاني دوم من تشوف المشاكل مالتها، مي المجاري مال المستشفى عليها، مي المجاري ثقيلة مال داموك مال الشهداء كلها عليها، وهذا المقلع تشوفه صاير هور الحويزة تشوفه، لأنه هذا الأمراض والله العظيم كل بقاية حتى ما شايفها أنا حياتي كل هذا البق يجي من هاي الأمراض. يعني ناشد الحكومة، ناشد السيد المحافظ، خلي يشوفون يطلعون يشوفون شنو هاي المعاناة مالت الفقرة هاي، وتباوعها هاي العالم قاعدة بنص الماي. يعني احنا مو عراقيين، ما عندنا شوية، يعني شوية من العراق، شوية ما نقول هواية، والعالم نشوفها وشوف هاي العالم، وهذا هور وباوع عادية، يعني لا هو هور الحويزة، يعني عريض وغميج، والبلامه شوفها يعني قاعد تصيد بيه سمك ما ادري شو يصيد بيه، واحنا نريد من المحافظ خلي يطلع ويشوف لنا هاي يعني الشاره مالتنا هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن منطقة الشهداء 310 نعاني ما نعاني من هذه الأوبئة. هذه منطقة محايدة إلى بدرة وجسان والخنازير بها والكلاب السائبة والأمراض والأفاعي يعني أنتم لو تجون من هنا وتشوفون الوضع أبيعكم حتى شوفوا شنو هذا المكان هذا مكان مخبأ يعني مال خنازير، مخبأ مال كلاب سائبة، مخبأ مال عصابات، مخبأ مال هاي المياه اللي جايتنا اكثر شيء من مياه الانقاض من مناطق من عده، اولا من تجي من المستشفيات، تجي من مناطق من الكوت كله يذبوه هنا. احنا دا نعاني اطفالنا دا يعانون من امراض، خوفا من الامراض، اوبئه الخنازير وبيئه الانفلونزا وبيئه الكلاب السائبه وبيئه الاشكال الاوبئه نخاف من المناطق، لان هذا وقع واحد نعاني المنطقه كلها تحدث ما حدث لبلدان العالم. داعي ونقول المجلس المحافظة والمحافظ والمجلس البلدي وكافة الدوائر المعنية من البيئة إلى الصحة إلى ما شابه، أي مسؤول هنا يجي منك ينزل للساحة وحتى يشوف بعينه هاي المناطق ما نعاني. احنا مناطقنا خصوصا منطقة الشهداء الأولى المشكلة الأساسية اللي نعاني منها يعني من جراء نظام سياسات صدام الملعون، وبالوقت الحاضر مما تمخض عنها هناك عوائل متعففة، والعوائل المتعففة اللي أنا أمثلهم حاليا نيابة عنهم، وأرجو أن يسمحون لي بذلك. فنحن أخوان عراقيين من خلال إذاعة النهرين نطالب أخوتنا الأعزاء بالمجلس الجديد ونهنئهم على هذا المناصب الجديدة باختيارهم ثلة طيبة من أخواننا يمثلوننا. فنرجو هاي المعاناة أن لا يطلقوا كلمة متجاوز، لأن هذه لا تليق بي كعراقي نيابة عن إخواني المتجاوزين. أرجو من عندهم ويسمعون بالوقت الحاضر أن لا يطلقون علينا كلمة متجاوز. هاي وحدة. اثنين، يطولنا ولو شبر بهاي الأرض حتى نقول إحنا عراقيين بس فقط، واللي نرجي من عند حتى هو بدل ما هو مخلي له ربي أنا أمن للمنطقة وأني الممنون، فهذا اللي يريده وإحنا أخوانهم. إضافة لهذه المنطقة ممكن أن تردم هذه يعني المستنقعات، إذا ردمت هذه المستنقعات بالإمكان أن هسه نحصيها يعني فوق 2000 أو أقل قطعة أرض سكنية. في هذا اللي نرجو، إحنا تجينا دعايات، وحقيقة الدعاية اللي تجينا تهزنا.
انه راح يجوكم راح يهدمون راح كذا، فليش؟ احنا عراقيين يعني باكر عقبه اذا استخدموا غير شيء ويانا ممكن احنا يعني حقيقه نزعل، واذا نزعل نأثر مو من جانب اعلامي، تجي كافه الجسم واحنا نشتكي يعني حقيقه وين نروح؟ يعني احنا قاعدين بالتجاوز احكي عامة، انا مو احكي بس النفسي. اولا احنا ما عندنا قيعان، ثانيا ما عندنا بيوت، ثانيا كاتلنا الجراثيم والبق وشغال ماكو، وقاعدين بطاله، ما عندنا. هاي شبابنا كلهم قاعدين دولة شوفهم. احنا ما نتملك كل شيء، ما نتملك، ونريد الحكومة العراقية ونريد المالكي يعطينا قطعة ارض نقعد بيها نخلي اطفالنا بيها. ما نتملك كل شيء ماكو. اذا اي واحد من دول القاعدين عنده ملك او بيت انا مسؤول عليه. زين. وهاي المعاناة هاي المي والزبالة والحياية والاشكال بيها، لو تجي العصر وتشوفها نضل قاعدين منها للصبح، لا ننام ولا نقعد. هاك شوف تفضل هذا الطفل اللي عندي، بعد عندي واحد، احنا 7 نفرات قاعدين بغرفة ما عندنا فلوس نبنيها، تقرضنا منها غرضة وبنيناها.